استذكر منتدى حلب الثقافي الشاعر الكردي جقرخوين في ذكرى رحيله ال40 وذلك بتنظيمه محاضرة حول السيرة الذاتية للشاعر بعنوان مسيرة الشاعر الكردي جقرخوين في مركزه الواقع في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود بمدينة حلب. وشارك العشرات من أعضاء وعضوات المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية في المحاضرة التي ألقيت من قبل عضو المنتدى هشمند شيخو، حيث سرد هشمند شيخو لمحة عن حياة الشاعر جقرخوين من مكان وتاريخ ولادته وما قدمه من نتاج ثقافي وأدبي من خلال أشعاره للنهوض بالشعب الكردي ضد الظلم الممارس بحقه. ثم فتح المجال أمام الحاضرين للتحدث عن الشاعر الراحل، حيث قال الكاتب منان خلبش إن أشعار الشاعر جقرخوين حظيت بمكانة مهمة لدى المجتمع الكردي والعالم أجمع، لأنها تحاكي واقع الشعب الكردي والقضايا المتعلقة به، وأغلبيتها تركز على أهمية الاتحاد بين صفوف الشعب الكردي. أما الشاعر منان حسكولك أشار إلى المصاعب التي واجهت درب الشاعر جقرخوين الفنية وما تعرض له من تعذيب بعد اعتقاله.